متتبعي وصفات لينا، كنرحب بكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. فيديو جديد على قناتي. غنوجد معكم واحد الشوربه ديال البطاطا. كنتمنى هاد الشوربه تنال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع الوصفه وطريقه التحضير. وبسم الله على بركه الله. غادي ناخذ طريف تاع الزبده على حسب الكميه ديال البطاطا اللي غادي تستعملوا، وغادي نضيفها هكايا في واحد الطنجره على نار مهيله حتى تبدا تذوب لنا ديك الزبده. وغادي نضيف ليها حبه ديال البصله اللي مشلضه، وغادي نشحرها مزيان في هذيك الزبده. بعد ما كتذوب لنا ديك الزبده غادي نضيف هنايا 4 حبات تاع بطاطا كيف قلت لكم على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما. صافي، وغادي نخلي ديك البطاطا تشحر حتى هي مع البصله والزبده. وغادي نضيف دريس تاع الثومه، وغادي نضيف في نفس الوقت الثومه بودره. لا ما عندكمش تستغناو عليها. وغادي نضيف شويه الملح على حسب الرغبه ديالكم حتى هو. وغادي نضيف شويه تاع الفطر معلب او الشامبينيو، الا كان عندكم طري استعملوه حتى هو. وبالنسبه لهاد الحشوه هذه غادي نعمر بها السيجار اللي غادي نرافقهم مع الصوبه ديالي. كيف كتشوفوا الخضره راها طاحت في هذيك الزبده. كنخليوها تشحر مزيان قد ما شربتها وشربت ديك المليحه في الاول تجينا الصوبه لذيذه. صافي، وغادي نمرقوا الصوبه ديالنا. غادي نمرقها بإطرو ونص تاع الماء. صافي، وغادي نخليها تغلى ونمشي نعمر انا السيجار بلا طابت لنا الخضيره. بعد ما ساليت السيجار بالتعمار وطابت لنا الخضيره غادي ندوز دابا باش نطحنها. ما غنضيف ليها لا فرماج لا والو دابا حتى تنطحنها مزيان بالميكسور. بعد ما كنطحنوا الخضره مزيان كنرجعوا على نار مهيله وكنضيف ليها كاس تاع كريمه الطبخ. اللي ما عندوش يمكن ليه يعوضها بضانون السوس او الفرماج. صافي، وكنخلطوا مزيان حتى يندمج لنا ديك الصوب مع داك الكاس تاع الكريمه. وغادي نضيف له شويه تاع المعدنوس مقطع. اللي ما كيعجبوش يستغنى عليه، غير هو كيعطي واحد النسمه زوينه. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الصوبه اللي وجدت معكم اليوم تاع البطاطا اللي كتجي لذيذه وبمكونات اللي بسيطه. وبالنسبه للسيجار حتى هو جا زوين بزاف هكايا كمرافق معاها.
كنتمنى هاد الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على التتبع ديالكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.